السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، فيديو تعليمي. يعني ايه؟ النهاردة لو انا عندي الطبلة فيها خلع والحتة الثابتة اللي جنبها ما فيهاش. يعني انا دلوقتي همثل على الطبيعة، بس انا اوريكم دي علبة 4x4 مفتوحة من الناحية دي، وانا فتحت دي بالصاروخ او بالديسك. الفتحة دي عشان خاطر تخش هنا في الطبلة، وقطعت العلبة على قد الطبلة. هنبص مع بعض. هنفرض ان دي حتة، دي قطعة ثابتة وانا عايز اركب فيها، بس دي 12 مللي. استنى نجرب الحتة 10 مللي. دي مثلا قطعة ثابتة جنب الباب، تمام. هنا الباب، فانا هركب ده كده. الباب هيلوك فين؟ هيلوك في الباب. هتقولي طب ما هنا مسدود. ايوه صح، ما انا هسيب خلوص مثلا ما بين الباب وما بين الضرفه سنتي، سنتي ونص، واحط فرش بلاستيك. تمام. اي جزء فني شويه، بس انا حبيت اشارك حضراتكم معايا. يعني انا هحط في الفاصل فرش بلاستيك، تمام. فهي لو انا عندي الحته الثابته من غير خلع، وهاجي عند الحته العلبه دي، احط لها وش النتايه، تبقى بالشكل ده في الاخر. بص حضراتكم، بس هتبقى الناحيه التانيه. انا طبعا عشان بصور وبوري حضراتكم، انا طبعا مقطع العلبه على قد على قد البتاع دي. هوريها لحضراتكم اهي. ادي قطعه الازاز، بس تبقى بالشكل ده ومتقفله كانها نتايه. ادي الفراغ اهو، تمام. انا ببقى عامل حسابي ان انا سايب ما بين الثابت وما بين الطرفه سنتي، اللي هو قيمه اللوك بتاع الطبله، اللي هو اللسان ده. وتقريبا يبقى فيه نص سنتي فراغ، واللوك ده هو بيلوك، يعني بيخش حوالي سنتي. فانا ببقى سايب فراغ سنتي، سنتي ونص ما بينهم. بحط اللي هو الفرش البلاستيك ده، اللي هو حاجه زي ده ما بين الثابت وما بين الضرب. ودي بلزقها بسيليكون عظم او سيليكون شفاف، وبحط عليها سكوتش لحد ما تنشف بالشرب اللي انا عايزه. يعني انا اجرب الاول، تمام وابتدي اركب. دي كانت فكره سريعه. لو عايزين فيديو بالتفصيل اكتر من كده، يعني انا تحت امركم يعني. بس انا قلت اشارككم كده الفيديو على السريع اهو، هيبقى بالشكل ده كده. ويا رب يكون حد هيستفيد بالفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.